النهارده اللي شفناه في مباراه الاهلي وبتروجيت دللك قد ايه انه احنا عندنا لعيبه ما شاء الله عليهم وبالملايين الدولارات كمان، وفرقه بثلاثه تعريفه قدرت ان هي تجيب معانا لمس كتاف. انا النهارده بشوف انه لا هو عيب مدرب ولا هو عيب اداره. الاداره وفرت مدرب جيد ووفرت رواتب عاليه جدا، ولكن هم النهارده اللاعبين تحس ان هم سياح تايهه في الصحراء. بطء في التمرير، بطء في التمركزات، فقدان المساحه، الكره الثانيه مفقوده. لعيب يبقى انت مضغوط تحس انه بيرجع ورا. طب انتوا لعيبه ايه دي؟ انا حاسس ان احنا جايبين لعيبه شبعانه فلوس، نازله لابسه ذهب فمتقلها، لابسه الماظ فمتقلها. احنا عايزين لعيبه تحس ان هي بتلعب في النادي الاهلي بجد. اللعيبه اسرع حاجه وهي بتجري بتطلع من الملعب، تلاقي اللعيب سريع جدا. عمر عبد الواحد في الدقيقه 89 بياخد كوره فيبقى بيرجعها ورا. ياسر ابراهيم فبياخد الكره بيسلك، تحس ان اللعيبه جايه بتسلك، بتأدي واجب، بتاكل عيش. ايه اللعيبه دي؟ ايه الفرقه دي؟ الواحد بيحزن ان هو بيتفرج على الكره المصريه بهذا السوء. النهارده احنا لما بنروح نشوف كوره، مش هقول لك بقى الدوري الانجليزي عشان هبقى ببالغ، او في الدوري التركي، في الدوري الدنماركي، اللي هو الراجل ده في كوره، في اساسيات، تحس ان كده في لعيب بيستلم بيتحرك بياخد مساحه بيستلم من زميله بيباصي لزميله بيطلع الكره. محمد شكري ياخد ويرجع ورا، ياسر ابراهيم انت اخر واحد ياخد ويرجع للشناوي، ياسين بالعرض، والكره قاعده بتلف في دوائر بتلف في طب ما في يا جماعه اهو، في تحولات، في اختراقات، في مساحه، في ان انت تفضي لزميلك، ما فيش اي حاجه. تحس ان انت مع لعيبه حافظه مش فاهمه، نازله الخطه بالنسبه لكم ان انت هتاخد ترجع بالكوره. احنا نازلين ده وقت، انت بطل الدوري، انت بطل الدوري. بتروجيت فريق محترم وفريق مجتهد ومعاهم مدرب قاري الجيم كويس، ولكن احنا عندنا في ايه؟ ومروان عطيه مش موجود، بقى الاهلي كله وحش. هو امام عاشور مش موجود، بقى الاهلي هو احنا ايه الفرقه ام فرده واحده دي؟ تحس ان الاهلي بيغلب، الاهلي بيعطل على فرده واحده. فرده امام عاشور فضلنا تايهين من ساعته، ما فرده مروان عطيه تايهين من بعده. يا جماعه لازم تحسوا ان اللعيبه دي لازم تهتم زي ما هي بتهتم ان هي عايزه تحسن عقودها وتجري على الفيزا اول الشهر. انا لو من سيد عبد الحفيظ النهارده قرار بخصم شهر من رواتب هذه اللعيبه دون العوده الى المدرب او كله جهاز اداره لعيبه كله خصم شهر، لانه اللعيبه دي بفلوس كتير. فلا بد ان انت النهارده عشان تكلمها عن الروح او تكلمها عن الجمهور او تكلمها عن الانتقادات او تكلمها عن الاعلام والزخم اللي احنا فيه مش هيفهموا غير بفلوس. النهارده انت كل الاشاعات اللي طالعه لك ده فلان عايز يزود عقده، ده فلان عايز يعدل عقده، ده فلان مش عارف واخد الاعلان الفلاني، ده فلان عايز. لا، فانت النهارده زي ما انت بتحبط الجمهور لازم انت تحبط انت كمان. لازم النهارده يكون في ردع، لازم النهارده يكون في وقفه مع اللعيبه دي. انت بتنافس على دوري، وبعدين دي الكوره هي الحاجه الوحيده اللي الاهلي بيقدمها لجمهوره. انا ماليش دعوه ان انت عملت 4 فروع ولا عملت 6 فروع ولا عملت اقتصاد، ماليش دعوه انا بالكلام ده، ده لاعضائك. انا بتكلم ان الكوره للجمهور. فالجمهور النهارده لما يحس ان الفرقه بتاعته ما فيش فيها روح، ما فيش فيها كوره، ما فيش اي حاجه. اللعيبه النهارده مشغوله بايه؟ مشغوله داخلين على يناير، وانا النهارده انا وانتوا في مرحله تقييم، كله تحت التقييم. انا نفسي سيد عبد الحفيظ النهارده يجتمع بالفريق كله ويقول لهم النهارده كل اللعيبه نجوم، صف اول صف ثاني كله تحت التقييم.